ونقول بسم الله. طبعا بدينا تجهيزات رمضان. بديت باللحمة المجففة، مشيت جبت لي ما بعرف كم كيلو كده، المهم شقته خديتهم في شريتهم في المطبخ. طبعا خديت لي حاجة كده ما بين التلاجة والدولاب العدة، وحسي ما شاء الله عنده 3 أيام. عملته كان يوم السبت والأحد والليل يوم الاثنين. ما شاء الله طبعا جف تماما. فشنو قومي يا اختي، قومي انت وهي، قومي امشي شوفي لك اقرب ملحم ولا جزارة، امشي جيبي لك 3-4 كيلو، شققيه رقاق ويلا شري في المطبخ. قومي اختي، التقلية في رمضان ما تفوتك. عندنا اهم شي ملح التقلية. طبعا زي ما عارفين في رمضان احنا السودانيين التقلية دي طبعا طبق اساسي. فشنو قومي يلا يا اختي. خلي قالي يرسلوا لك الحاجة دي من بلد لبلد ولا من دولة لدولة. بري قومي يا اختي امشي جيبي لك كم كيلو كده، شقيه وشري. طبعا بينشف بحرارة المطبخ، بس بينشف ولا بعفن ولا بتجيو اي حاجة. تشقيه رقاق كده ده وتشريه، تخلي يعني مسافات للهواء وكده. فأطمنك إنه خالص، أطمنكم كلكم إنه يعني ما بيجيو حاجة، وبينشف سريع 3-4 يوم بس بالكتير، ولا 5 أيام بينشف. فقومي يا أختي جهزي